متابعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معنا على قناة بودكاست حكاية مدن. وكالعادة نذكركم بأن تعملوا لنا لايك وشير وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في القناة. وبسم الله نبدأ حلقتنا. وكان يا مكان في حديث الزمان. وعنوان حلقتنا اليوم: ارتقي في أحلامك، صل إلى سطح القمر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بما معنى الحديث أنك إذا دعيت وطلبت من رب العالمين الجنة لازم تدعو بالفردوس الأعلى من الجنة. هذا الأمر يشجعنا ويحفزنا على حاجة أن إذا طلبنا الشيء نطلب أحسن ما فيه. على سبيل المثال، أنا أريد أصير تاجر أو أصير تاجرة، طيب من وين رأس المال وكيف وفي إيش أبدأ؟ كل هذه الأسئلة لازم أحصل على إجابات. وهل إذا اشتغلت في أكثر من شغلة في نفس الوقت ممكن أنه أنا أكون لي رأس مال؟ ويا ترى هل لازم الجميع يعرف أنه أنا جالس أشتغل في مليون شغلة؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا حوائجكم بالكتمان، ما في داعي الآخرين يعرفوا أنت إيش جالس تسوي. يعني لو اشتغلتوا في أوقات الإجازة الأسبوعية اشتغل في وقت راحة الآخرين، مو شرط أنه يعرف الآخرين أنا كيف وصلت للنتيجة اللي أبغاها، لكن أهم حاجة أن يعرفوا أني وصلت. الجانب المظلم من هذه التجربة أحتفظ فيه لنفسي، ما في داعي الآخرين يعرفوا كل التفاصيل، لأننا ما نريد أنهم يعرفوا نقاط ضعفنا وكيف مرينا بهذه اللحظات، لأن الآخر مهما كانت درجة قربه منك لو عرف من نقطة ضعفك وكيف مريت فيها بيعيرك فيها في يوم من الأيام. احتفظ بسرك ولا تخبرهم بكل التفاصيل. هذه هي موجز القصة بدون ذكر التفاصيل. نلتقي في الحلقة القادمة. دمتم بود وفي أمان الله.